الحمد لله قاصم الجبارين، الحمد لله مذل المتكبرين، الحمد لله ناصر عباده المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، مخلصين له الدين ولو كره المشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ألا فاتقوا النار، ألا فاتقوا النار، ألا فاتقوا النار. أما بعد، أرسل إليكم من مقامي هذا تهنئة بالفتح المبين الذي من الله عز وجل علينا به، وأهنئكم خاصة، وأهنئ الأمة الإسلامية عامة، فإن هذا الفتح والله فتح للأمة الإسلامية جمعاء. كيف لا؟ كيف لا وهو فتح الشام، الشام الأرض المباركة التي باركها الله عز وجل، فخير الناس أهل الشام، فقد باركهم الله عز وجل ومن عليهم بهذا الفتح العظيم الذي يذكرنا بفتح مكة. نعم يا أحباب رسول الله، والله لا شبيه لهذا النصر ولا شبيه لهذا الفتح إلا فتح مكة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فكما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، دخل ثوار الشام فاتحين مهللين مكبرين. وما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه اليوم بالأمس، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ها هم أبطالنا يفعلون هنا في أرض الشام. سأذكر تشابهات ما بين فتح الشام وفتح مكة على عجالة من الأمر. سأقارن في أمرين اثنين قام بهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا
والقصة كلنا يعلمها. جاء إليه أهل قريش وقالوا له: ماذا أنت فاعل بنا؟ قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتجول ويكسر الأصنام ويقول: ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وها هم أبطال الشام، وها هم مجاهدي الشام، بعد أن فتحوا الشام ومن الله عليهم بهذا النصر العظيم، بدأوا بجوب الشوارع وتكسير الأصنام، أصنام هبل هذا العصر، أصنام الذي كان يعتبرونه ربهم بشار. أصبحت أصنامه تداس بالأقدام وتشحط في الشوارع. ما أشبه اليوم بالأمس. هبل واللات وعزة تكسر في مكة، وأصنام الشام يجاب بها الشوارع. نعم يا أحباب رسول الله. ولكن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء،